إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسار على منهجه إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته، صلوات ربي وسلامه عليه. أستفتح بالذي هو خير. يا قومنا، يا أهلنا، يا إخواننا، ليس أمامنا إلا أن ندعو الله، ليس أمامنا إلا أن نلجأ إلى الله، ليس لنا إلا أن نسأل الله الفرج والعون والتأييد. المؤامرة كبيرة والشؤون خطيرة، والكيد الخارجي شرقي وغربي ومجوسي وفارسي، كيد على هذه الأمة ومكر بها. لنا أن ندعو رب الأرض والسماء القادر على كل شيء، المسير لكل شيء، الذي عنده جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. اقرؤوه، ادعوا به، إنه دعاء الكرب، دعاء الكرب، دعاء الكرب. يا إخواننا ويا أهلنا في الخليج، اسمعوها منا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. حب الوطن أمر غريزي فطري، وإذا قيل إن حب الوطن من الإيمان وهو ليس بحديث وإنما هو قول. حب الوطن فطرة بشرية. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ودع مكة، وقف على مشارفها كما ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. خاطب مكة وكأنها كائن حي، وكأنها تسمع وتعي، تبصر وترى، تحس بإحساس من يخاطبها ويناجيها. ماذا قال لها؟ والله إنك لأطيب بلاد الله، والله إنك لأطيب بلاد الله، وإنك لأحب إلى قلبي
ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. ما أطيبك من بلدة، هكذا نجى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أطيبك من بلدة، وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك، ما سكنت غيرك، ما سكنت بلدا آخر. يا شبابنا، يا أبناءنا، يا إخواننا، يا بناتنا وفتياتنا، أيها الأخ الكريم، أيها السامع والمشاهد، الوطن وطني ووطنك، أرضي وأرضك، بلدي وبلدك، دمي ودمك، حياتي وحياتك، أملي وأملك، مصيري ومصيرك. الوطن أرض وسماء، ماء وهواء، تراب وفضاء. الأرض والوطن عزيز غال علينا. الوطن ماؤنا وغذاؤنا وهواؤنا. الوطن نحرص عليه ونهتم به. الوطن هو عرضي وعرضك، هو أمي وأمك، هو أختي وأختك، هو بنتي وبنتك. الوطن إذا اغتيل الوطن، إذا اخترق الوطن، إذا ساد من يدعو إلى المظاهرات والمسيرات والشعارات التي دمرت وما عمرت، وأخرت وما رفعت، وقتلت وما أحيت، وأذلت وما أسعدت. يا بني، يا أخي، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من دعاة الفتنة. حذاري، وأكرر وأؤكد وأذكر وأبصر، حذاري من دعاة الفتنة. حذاري ممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع. لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ ألم يخرج إخواننا في سوريا إلى الشوارع؟ ألم يخرجوا إلى الشوارع وحملوا الأعلام ورفعوا الرايات وداروا وطبلوا؟ فرج الله عنهم، نفس الله كربهم، أعاد الله عزهم ومجدهم. ما الذي جرى لهم؟ ما الذي جرى لهم؟ أتريدون أن تصل الأمور إلى مثل هذه الحالات؟ ما الذي جرى في العراق؟ وما الذي وقع لأهل السنة فيها من نساء وأعراض وحرائر؟ ما الذي يجري في اليمن؟ ما الذي يجري في البحرين؟ ما الذي جرى في ليبيا وغيرها وغيرها؟ لم تستقر ولم تهدأ. كم من القتلى، كم من الدماء، كم من العشلاء. أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو، واسمعوها مني وخذوها عني. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أخاطبكم من قلب محترق، من قلب حزين على ما يجري لأهلنا وإخواننا من حولنا. وقبل ذلك
وبعده ومعه أهلنا في فلسطين. من المستفيد الوحيد في كل ما يجري في عالمنا العربي؟ قولوا بالله عليكم، إنهم اليهود الذين قتلوا أهلنا وقتلوا شبابنا وأبناءنا وانتهكوا مقدساتنا وحرماتنا. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ أن يسقط المسجد الأقصى لا قدر الله، أن تقوض أركانه، أن يزعزع بنيانه، أن يستيقظ العالم بين عشية وضحاها، وإذا بالمسجد الأقصى رماد لا قدر الله. الأردن هذا الوطن سند وظهير وعون ونصير لإخواننا وأهلنا في فلسطين. أقول لكم حذاري من الفتن، اسمعوا قول ربكم، اسمعوا بقلوبكم بعقولكم ببصائركم وأبصاركم. اسمعوني جيدا، اسمعوا قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واسمعوا وعوا قول رسولكم ونبيكم في الحديث الصحيح وفي أعلى درجات الصحيح في صحيح البخاري برقم 3206، وفي صحيح مسلم برقم 2886. من أحب أن يتوثق وأن يدقق وأن يحقق فليرجع إليهما. لا أقول من عندي، وإنما من رسولكم ونبيكم وحبيبكم ومصطفى ربه عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. اسمعوا ماذا يقول: ستكون فتن. ماذا؟ ستكون فتن أن الجالس فيها، اسمعوني، ستكون فتن الجالس فيها خير من القائم. الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي المهرول لها. ومن يستشرف لها تستشرف، الذي يستشرف لها يتوجه إليها يسير نحوها، تستشرف وتستقطبه ويقع فيها وفي أتونها. الجالس خير من القائم. ماذا يعني ذلك؟ هل نشارك في الفتن؟ هل نشارك في المحن؟ أم ندافع عن عرضنا وأرضنا ووطننا بكل ما أوتينا من قوة؟ والقائم خير من الماشي الذي يمشي قليلا قليلا، أن يبقى واقفا بعيدا عن الفتن. والماشي خير من الساعي الذي يسعى لها، ومن يستشرف لها تستشرفه. يا قومنا ويا أهلنا، هذا حديث نبينا، وهذا حديث رسولنا، وهذا حديث الصادق الأمين في الصحيحين البخاري ومسلم. يا أبناءنا، يا إخواننا، يا أحباءنا، بكل حب بكل غيرة أقدم نصحي، أذكر بقول ربي وقول رسولي محمد صلى الله عليه وسلم:
ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. الذي يضل عن سبيل الله يهوي ويسقط ويكبو ويقع، ومن اتبع الهوى ضل وغوى. من اتبع الهوى ضل وغوى، وبنار الفتنة اكتوى. يا إخواننا، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من الفتنة. إنها دمار، إنها دمار، إنها نار، إنها خطر، إنها ضرر، إنها شرر. احذروها، احذروها. استمسكوا بدينكم وبرسولكم وبنبيكم. وأخاطب من هنا من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاطب من هنا بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها، أخاطب قادة الخليج وحكام الخليج وحكماء الخليج، أخاطب ملوك الخليج وشيوخ الخليج وأمراء الخليج، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوا بها مع إخوان لهم ووقفوا فيها معنا على مر الأيام. نقول لهم بكل تقدير واحترام: يا إخواننا ويا أهلنا ويا أولي الأمر في هذه الأمة، بلغ السيل الزبا وطف الصاع حتى ضاق وربى. يا إخواننا، إخوانكم في الأردن اكفهرت الخطوب أمامهم وضاقت الأخطار حولهم واشتدت من حولهم. هم لكم سند وظهير وعون ونصير، هم ردءكم وظهركم وعونكم. ضاقت بإخوانكم الأمور. حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن يضعف الأردن أو أن يتعذى الأردن أو أن يحاط بالأردن، والأمور أخطر من أن توصف. فأين عونكم؟ أين هي أياديكم البيضاء؟ أين هي أموالكم؟ أين هي ثرواتكم؟ ألا فلنعتبر بما يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن والآن في البحرين، والله أعلم ماذا يراد بنا وبهم. لئن اشتد الكرب على الأردن وحدث ما لا يحمد عقباه، لن يقف الأمر عند الأردن وحده، ستدور الدوائر على الجميع. أنا أنادي نداء استغاثة لإخواننا في الخليج أن ينقذوا الأردن ببعض ما أفاء الله عليهم، وسيكتب التاريخ وستحفظ الأجيال
وسيذكر الناس أننا مددنا أيدينا إليهم وأننا نعاني ونقاسي ونكابد. فماذا هم قائلون وبما هم مجيبون؟ ليس أمامنا بعد الله، وقد لجأنا إليه في دعاء كرب وشدة، إلا أن يقف إخواننا معنا. لقد جاب ملك البلاد عميد آل البيت الهاشمي وفقه الله البلاد في أنحاء العالم، يذكر بالقضية الفلسطينية، يذكر بالإسلام، يذكر بالخطر، وتواصل مع إخوانه في الخليج وأعلن الخطورة التي نعيشها. ترى ماذا يراد بنا وماذا يراد لنا؟ أقول لهم جميعا وأقول لكم جميعا: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى ملائكة قدسه. قال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين. اللهم وفق عبدك عبد الله بن الحسين لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.